اهلا بيكم جمهور الماستر بيس فيلم. لو اول مره بتشوفنا لايك واشتراك ويلا بينا بسرعه نشوف فيلم النهارده. في المستقبل بيتم تعديل البشر وراثيا بحيث انهم ما يكبروش عن سن 25 سنه، وبعد ال 25 سنه بيبقى عندهم سنه واحده بس يعيشوها، وبيظهر على دراعهم ساعه بتحسب لهم الوقت الباقي من عمرهم، وبيكون الوقت ده هو العمله اللي بيتعاملوا بيها، بمعنى انهم بيدفعوا ايجار الشقق او ثمن الاكل او الفواتير بالوقت من عمرهم. وده طبعا اللي بيخلي الأغنياء يبقى معاهم الوقت اللي يخليهم يعيشوا مدى الحياة، ولكن الفقراء بيشتغلوا علشان يشتروا وقت يدوب يكفيهم يعيشوا أسبوع أو أسبوعين. بيبدأ فيلمنا بويل، واللي بيصحى من النوم وبيلاقي فاضل في عمره أقل من 24 ساعة، وبيكون معاه في البيت أمه ريتشل، وبيحتفل معاها بإنها كملت 50 سنة، ولكن احتفالهم بيخلص بسرعة، وده علشان ما يخسروش وقت. وبتقول ريتشل لويل إن فاضل لها 3 أيام بس، وبتفكروا بالأقساط والإيجار اللي محتاجين يدفعوها، فبيطمنها ويل وبيقول لها انه هيقدر يتصرف في وقت يدفع بيه الاقساط. وقتها ريتشل بتقول له انها هتشتغل يومين علشان تقدر تساعد في دفع الاقساط، وبتقول له كمان انه لازم يقابلها عند موقف الاتوبيس علشان يديها وقت. وبعدها بتدي لويل 30 دقيقة من وقتها علشان يجيب بيها غدا ليه. وبيروح ويل شغله وبيقابل طفلة في طريقه واللي بيكون اسمها مايا، فبتطلب منه دقيقة من وقته، فبيبتسم لها وبيديها 5 دقايق. بعدها بيوصل ويل شغله وبيقابل صاحبه بوريل، وبيكون ويل شغال في مصنع من مصانع تخزين وقت البشر. وبعد ما بيخلص يوم الشغل الطويل بياخد ويل اجره، ولكنه بيلاقي ان اجره ناقص، فبيسأل موظف الحسابات عن السبب، فبيقول له ان التارجت المطلوب منه في الشغل زاد وان ويل ما قدرش يحققه. فبيمشي ويل وهو متضايق. وفي نفس اليوم بالليل بيروح لمالها ليلي علشان يسهر فيه، واول ما بيدخل بيطلب منه صاحبه ان يلعب معاهم قمار، لكن ويل بيرفض لانه ما عندوش وقت كتير. ولكن صاحبه بيقول له يا اما يلعب يا اما يرد له الساعة اللي استلفها منه، فبيرجع له الساعة وبيسيبه وبيمشي. وبيكون بوريل صاحب ويل سكران، وبيقول لويل ان في واحد عازم كل اللي موجودين على مشروب مجاني، وان الشخص ده عنده قرن من الزمن في ثروته، وبنعرف ان الشخص ده اسمه هنري. فبيلاحظ ويل ان في ناس بتراقب هنري، فبيروح ويل وبيحذره انه يمشي دلوقتي، ولكن هنري مش بيقبل نصيحته. وبعدها بيدخل اشخاص مسلحين المكان، فكل اللي موجودين بيخافوا وبيمشوا، ولكن ويل مش بيسيب المكان. وبنشوف وقتها رئيس العصابة واللي بيكون اسمه فورتس، وهو بيأمر هنري انه يسلم كل الثروة اللي معاه والا هيقتله. وقتها هنري بيحس انه دايخ بسبب انه شرب كتير، فبيروح للحمام، وبيكون فورتس باعت وراه حد يراقبه، ولكن هنا بيتدخل ويل وبيضرب عصابة فورتس وبيساعد هنري في انه يهرب، وبياخدوا وبيدخلوا مبنى مهجور وبيفضلوا فيه. وبنشوف هنري وويل بيتعرفوا على بعض، وبيقول هنري انه معاه 150 سنة، وبيقول له برضه على اسرار العالم الغريب اللي عايشين فيه، وهو ان الاغنياء بيصعبوا ظروف الحياة على الناس الفقراء علشان يموتوا ويقدروا هم يزودوا وقتهم ويعيشوا اكتر. وبيقول هنري ان في وقت يكفي كل الناس، ولكن المشكلة في الطمع، وان الخلود والثروة هي اللي خلت الاغنياء يبقى عندهم جشع، وان دي اكتر حاجة بتأذي البشرية. وبيكمل كلامه وبيقول له ان بقى عنده 150 سنة وعقله تعب وبقى حاسس انه عاوز يموت، وده علشان في الزمن ده اللي معاه وقت بيعيش مدى الحياة. وخلينا بس نفكركم تاني ان الفيلم ده خيال علمي. وبعدها بيناموا الاتنين، وتاني يوم الصبح بيصحى هنري قبل ويل، وبيقرر انه يدي ويل كل ثروته واللي بتكون اكتر من 100 سنة، وبيسيب لنفسه 5 دقايق بس وبيمشي، وبيروح يقعد على جسر ويستنى الموت يجيله. فجأة بيصحى ويل وبيلاقي ان معاه اكتر من قرن من الزمن في رصيده، وبيبص من الشباك بيلاقي هنري قاعد على سور الجسر، فبيجري عليه علشان يلحقه، لكن هنري بيموت وهو مبتسم وبيقع في النهر. بعدها بيروح ويل لصاحبه بوريل وبيعترف له بكل حاجة حصلت معاه من امبارح من وقت ما سابه، وبيدي ويل لصاحبه جزء من الوقت وبيسيبه وبيمشي. في الوقت ده كانت ريتشل بتدفع يومين من وقتها علشان تسد الفلوس اللي عليها، ومش بيتبقى معاها الا دقايق قليلة، فبتركب اتوبيس علشان تروح للمكان اللي اتفقت هي وويل يتقابلوا فيه، ولكنها مش بيكون معاها وقت تدفع ثمن التذكرة، وبيكون كل اللي موجودين رافضين يسلفوها ولو دقيقة من وقتهم، فمش بيكون قدامها اي حل غير انها تجري علشان توصل لابنها علشان ينقذها. فبتجري ريتشل وبيكون مش فاضل من عمرها غير 9 دقايق بس، وبيجري ويل ناحيتها، ولكن للاسف بتموت ريتشل اول ما بتوصل لويل، وما بيلحقش ويل انه يدي لامه وقت علشان تفضل عايشة. في اللحظة دي بيقرر ويل انه يغير النظام اللي عايشين فيه. وعلى الناحية التانية بنشوف اشخاص واللي بيكونوا ظباط الوقت بيخرجوا جثة هنري من النهر، وبيحاولوا يعرفوا هو مات ازاي، وده لانه شخص غني، ولكن ام ويل بما انها فقيرة محدش يهتم بيها. وبنشوف الضابط المسؤول عن القضية واللي اسمه ريموند، ومعاه ضابط مساعد ليه اصغر منه في السن اسمه جيرارد. واثناء ما ريموند بيركب عربيته بيلاحظ ان في كاميرا في نص الشارع، فبيبص عليها وبعدها بيركب عربيته وبيمشي. وتاني يوم الصبح بنشوف ويل بلبس جديد وانيق وبيكون راكب عربية جديدة، وبتكون العربية رايحة بيه لمدينة الاثرياء واللي بيكون اسمها نيو جرينتش،
وبيدفع ويل رسوم المرور للمدينة واللي بتساوي سنة كاملة من عمره. فبيرحب بيه سواق العربية في المدينة وبيسأله عن سبب رحلته، فبيرد ويل وبيقول له ان عايز الاشخاص اللي في المدينة يسددوا اللي عليهم. بعدها بينزل ويل من العربية وبيبدأ يجري لانه مفكر ان وقته قليل زي ما كان متعود من زمان، ولكنه بيرجع يفتكر ان عنده ثروة من الوقت تخليه ما يستعجلش في اي حاجة بيعملها. وبعدين بيروح على فندق من الفنادق الفخمة وبيحجز جناح كامل ليه. وعلى الرغم ان ويل كان نايم نومة مريحة جدا، لكن موت والدته ما كانش مخليه يعرف ينام. بعدها بيقرر انه ينزل المطعم علشان ياكل، فبيجرب اكل غالي جدا وبتكون وجبات اول مرة يدوقها في حياته. ولما بيجيله الحساب بيدفع ويل للجرسون اسبوع بقشيش. فقالت له انه بيتصرف بشكل غريب، وقالت له انك غير كل اللي موجودين هنا وبتعمل كل حاجة بسرعة. فبيغير الموضوع وبيسألها على مكان بيبيع هدوم كويسة تليق بسهرة في كازينو. فبتقول له ان الموضوع بسيط وان الهدوم هتبقى عنده في الجناح بتاعه. في اللحظة دي جيرارد بيبلغ ريموند انهم فرغوا كاميرات المراقبة اللي على الجسر وشافوا فيها شخص واقف جنب الحادثة. لكن في حاجة غريبة لاحظوها، وهي انهم شافوا نفس الشخص ده النهارده بيدخل مدينة نيو جرينتش. ولما راح ريموند للشاشات وشاف ويل قال انه يعرف والده. وبنرجع للفندق تاني وبيدخل ويل للكازينو وبيقعد على ترابيزة البوكر وبيقابل عليها التاجر الملياردير فيليب. وبيتكلم فيليب على ان وجود فقراء واغنياء امر طبيعي للمجتمع، وان لازم يكونوا الاتنين موجودين علشان المجتمع يستمر ويعيش. وبيكون فيليب مؤمن بنظرية ان لازم يكون في فجوة كبيرة بين الفقراء والاغنياء. وبيلعب ويل قمار وبيقدر انه يكبر ثروته من الوقت لاكتر من 1000 سنة. وبتنتهي الجولة وبيقوم فيليب، ولكنه بيلاحظ ان ويل بيبص على سيلفيا. فبيسأل ويل اذا كانت سيلفيا مراته ولا جدته ولا بنته. فبيسكت ويل لانه مش عارف يحدد، لان كل الاشخاص عمرهم ثابت عند 25 سنة. بعدها فليب بيقول له ان سيلفيا تبقى بنته، وبيعزم ويل على حفلة في القصر بتاعه. وتاني يوم الصبح بيروح ويل ويشتري عربية من اغلى العربيات، وده طبعا علشان المكاسب الكبيرة اللي حققها في لعبة البوكر. وبعدين بيروح على قصر فيليب وبيعرفوا فيليب على 3 ستات في نفس العمر لكنهم من اجيال مختلفة. وبتكون سيلفيا وامها وجدتها اللي بيكونوا كانهم اخوات. فبتبدا سيلفيا تتعرف اكتر على ويل وبيبداوا يرقصوا مع بعض، وبتعترف له انها نفسها تخرج من بيت ابوها وتتمتع بحريتها. وبنشوف ويل وسيلفيا اللي بيخرجوا من القصر وبيروحوا على شط البحر وبينزلوا الميه سوا. وبعدين بيسمعوا صوت حد على الشط فبيخرجوا من الميه بسرعه. ولما بيرجع ويل للحفله مره تانية بيطلب منه فيليب انهم يلعبوا بوكر. لكن في اللحظه دي بيدخل ريموند ومجموعه من الضباط علشان يقبضوا على ويل وبيحجزوه في اوضه وبيحققوا معاه. وبيبدا ريموند يساله عن سبب وجوده في مدينه نيو جرينتش وانه ازاي بقى معاه اكتر من 1000 سنه. فبيرفض ويل انه يجاوب على الاسئله المتوجهه ليه. وبيقرر ريموند انه يتحفظ على كل الوقت اللي مع ويل. ولما بيخرج ريموند بيساله ويل ليه مش بيحققوا في جرائم القتل والسرقه في الحي الفقير بتاعه. وده السؤال اللي خلى ريموند يفكر ويل بالطريقه اللي مات بيها ابوه. في اللحظه دي بيتعصب ويل وبيضرب الحراس اللي كانت واقفه جنبه وبيهرب من الاوضه وبياخد سيلفيا كرهينه معاه. وبيطلع بسرعه وبيركب عربيته وبيهرب. وبنشوف ويل بيسال سيلفيا لو معاها وقت علشان مش بيكون فاضل معاه غير دقايق قليله، لكنها بترفض تديله من وقتها. فبيخرج ويل على الطريق وبيسوق بسرعه جنونيه فبيعمل حادثه. في اللحظه دي بيقرب من العربيه فورتس وعصابته وبيسرقوا كل الوقت اللي مع سيلفيا ومش بيسيبوا لها غير 10 دقايق بس. ولما بيفوقوا من الحادثه بتكتشف سيلفيا السرقه، فبيديها ويل وقت بسيط من اللي معاه وبيجروا بسرعه علشان يبيعوا الحلق بتاعها. ولما بيوصلوا لتاجر الذهب بيستغل موقفهم وبيبيعوه لهم مقابل يومين بس. بعدها بيروحوا فندق كبير وبيتكلموا مع بعض وبيحكوا عن حياتهم وبيكتشفوا ان بينهم حاجات كتير مشتركه. وبتطمن له سيلفيا بعد ما كانت خايفه منه. وتاني يوم الصبح بيقرر ويل يرجعها عند اهلها وبيوديها لمكان عشان تكلم باباها يجي ياخدها. وبيديها المسدس بتاعه وبيودعها، بس بيقف وراها من بعيد اثناء ما هي بتكلم والدها. في اللحظه دي بيوصل الضابط ريموند وبيوجه مسدسه ناحيه ويل علشان يسلم نفسه. فبتلف سيلفيا فجاه وبتضرب الضابط بالنار في كتفه. فبيهجم ويل على ريموند وبياخد مسدسه، ولكن بدل ما يسرق منه الوقت بيديله وقت علشان يلحق ينقذ نفسه. وبعدها ويل بياخد عربيته وبيهرب هو وسيلفيا. بعدها بتقول سيلفيا لويل انهم لازم يسيبوا العربيه دي وان لازم يكون عندهم خطه بديله. وبيدخل ريموند على فليب في مكتبه وبيعرفه باللي بنته عملته وانها اتحولت من رهينه لمجرمه وان بكده هيتقبض عليها. فبيحاول فليب انه يعرض عليه رشوه، ولكن بيتجاهل ريموند عرضه وبيأكد له انه هيقبض عليها وبيسيبه وبيمشي. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف ويل وهو بيعلم سيلفيا ازاي تضرب نار من المسدس لانهم هيعملوا عمليات سرقه كتير جدا. وبالفعل بيدخلوا بعربيه مصفحه لواحد من بنوك باباها وبيسرقوا الخزنه وبيطلبوا من كل الموجودين في المكان انهم يدخلوا وياخدوا كل الوقت اللي عايزينه. وبيكرروا الموضوع ده في اكتر من بنك. وبنشوف فورتس وعصابته وهم بيقتلوا ويسرقوا الوقت من الناس. في الاثناء دي بيشوف فورتس لوحه اعلانيه مكتوب عليها مكافاه 10 سنين للي يقبض على ويل وسيلفيا. في نفس اليوم بنشوف ويل وسيلفيا في الفندق وبيكونوا متحاصرين من ضباط الوقت، ولكنهم بيقدروا يهربوا من الشباك. وريموند بيجري
وراهم وبيطاردهم وبيفضل وراهم وبيضرب عليهم نار، لكنهم بيقدروا يهربوا منه. في الوقت ده بيكون فورتس بيحاول يدور على اي معلومه توصله لويل، وبيهدد اشخاص انه هيقتلهم لو ما قالوش المعلومات اللي عندهم عن ويل. في الوقت ده بيكون ويل وسيلفيا في فندق تاني وبيتفرجوا على التلفزيون وبيتكلموا عن التحديات اللي هتواجههم. في اللحظه دي بيدخل عليهم عصابه فورتس واللي بيطلب انه يلاعب ويل مقابل حياته وحياه حبيبته. فبيوافق ويل، واثناء ما هما بيلعبوا بيسحب ويل مسدس من رجله وبيقتل كل اللي موجودين، وبيطلع هو وسيلفيا على السطح وبيقول لسيلفيا ان الاغنياء هيفضلوا هما المتحكمين في العالم، وانهم عايزين الفجوه بينهم وبين الفقراء تزيد، وكل ما الفجوه تزيد هما بيبقوا اغنياء اكتر، وان الحل علشان الكل يكون سعيد هي مليون سنه تتوزع على الفقراء والكل هيعيش بشكل كويس. وبتوافق سيلفيا على فكرته وبتقول له ان عندها خطه يجيبوا بيها المليون سنه. وتاني يوم الصبح بينزل فيليب من عربيته ومعاه حراسه كتير جدا وبيدخل المبنى بتاعه. في اللحظه دي بتشتت سيلفيا انتباههم وبيظهر ويل من بين الحراس وبيأمرهم انهم يرموا الاسلحه بتاعتهم، وبياخد فيليب لخزنه عملاقه في شركته وبيطلب منه انه يفتحها. واول ما فيليب بيفتح الخزنه بيلاقوا محفظه وقت جواها مليون سنه، وبيحاول فيليب يتكلم معاهم ويحذرهم من ان المحفظه دي بتقع في ايد الشخص الغلط، وبيقول لهم ان الفجوه بين الفقراء والاغنياء لازم تستمر، ولكنهم مش بيهتموا بكلامه وبيسيبوه وبيمشي. وبيطلع ويل وسيلفيا على الحي الفقير علشان يوزعوا الوقت على الاشخاص اللي هناك. في اللحظه دي بيهجم عليهم ريموند وظباط الوقت في الطريق وبيضربوا عليهم نار علشان يوقفوهم، لكنهم بيقدروا يهربوا منهم وبيكملوا طريقهم لحي الفقراء. لكن ريموند العنيد مش بيوقف وبيفضل وراهم، فبيقطع عليهم الطريق تاني. فبينزلوا من العربيه بسرعه وبيدي ويل المحفظه للبنت الفقيره اللي ادالها ويل 5 دقايق في اول الفيلم، وبيطلب منها تروح بسرعه توزعها على الناس. ولما بيوصل ريموند بيحاول يقتلهم بالمسدس اللي معاه، لكن الناس في الحي بيحاوطوا ريموند وبيمنعوه انه يقتل ويل. وبيهرب ويل وسيلفيا، ولما ريموند بيجري وراهم بيوقفهم وبيعترف لهم ريموند انه كان من سكان الحي الفقير ده ولكنه هرب منه. ولما هرب عرف ان الفجوه بين الاغنياء والفقراء لازم تفضل موجوده، ولكنه قبل ما يقتلهم وقته بيخلص وبيموت. بعدها بيدور ويل وسيلفيا على اي مكان يجيبوا منه وقت لان خلاص وقتهم بيخلص. فبيجري ويل على عربيه الضابط وبياخد كل الوقت اللي فيها، وبعدها بيجري على سيلفيا وبيتكرر نفس المشهد اللي كان بينه وبين امه، ولكن في المره دي بيقدر ويل انه يلحق سيلفيا في الوقت المناسب وبيديها من وقته وبيعيشوا الاتنين. وبينتهي الفيلم بويل وسيلفيا وهما بيقرروا انهم يسرقوا اكبر بنك في الدوله، وبكده بيخلص الفيلم. ولكن قبل ما اقفل الفيديو عاوز اقول لكم قدروا وقتكم واستغلوه صح، لان الوقت فعلا اقيم عمله عند البشر، وبلاش تضيع وقتك في حاجات مش هتفيدك، وقدر كل ثانيه قبل ما عداد الثواني على دراعك يصفر. وبكده بيخلص فيلم النهارده. لو عجبك الفيلم اشترك في القناه واعمل لنا لايك، فعل زرار الجرس علشان يوصلك كل ملخصاتنا اللي جايه. اشوفكم بخير.